ايه اللي حصل في ايران؟ تخيل تبقى قائد عسكري كبير، راجل تحت ايدك جيش كامل، نايم في بيتك وسط اسرتك، والمفروض يبقى عندك مفاوضات يوم الاحد الجاي مع امريكا ومع اللي ما يتسموش على التخصيب النووي. كان لاول مره ان هم هيقعدوا على ترابيزه واحده وكل واحد يعرض متطلباته، اللي طبعا كانت من ضمن الشروط ان هم يوقفوا التخصيب النووي في ايران، الا انهم كانوا عارفين ان ايران هترفض حاجه زي دي. فيحصل ايه؟ القائد العسكري ده يبقى قاعد في بيته ويلاقي الطيران بتاع اللي ما يتسموش فوق بيته. تعالى كده هشرح لك اللي حصل ببساطه زي ما اتعودنا. المفروض يوم الاحد الجاي اللي هو بعد يومين من دلوقتي كان هيبقى فيه مفاوضات ما بين اللي ما يتسموش وما بين امريكا وما بين ايران. المفاوضات دي كان هيطلبوا من ايران انها توقف التخصيب النووي عندها. طبعا كان السيناريو اللي هيحصل ان ايران هتقول لهم لا وهترفض. طيب علشان ايران بقى توافق على طلباتهم عملوا ايه؟ جم اللي ما يتسموش امبارح طلعوا 200 طياره تروح على الجو بتاع ايران. 200 طياره ده رقم كبير جدا، انت بتتكلم في حوالي 50% من قدرتهم العسكريه في الطيران اصلا، يعني ده هجوم شامل. ال 200 طياره دول راحوا على فين؟ راحوا على مطار طهران، راحوا على المواقع اللي بيحصل فيها تخصيب اليورانيوم اللي هو بيتم فيه النووي، وراحوا على المدينه دي بيسكن فيها اكبر قاده عسكريين في ايران، اللي من ضمنهم قائد الحرس الثوري الايراني. هتقولي بس ثانيه، ازاي 200 طياره يقدروا ان هم يدخلوا المجال الجوي بتاع ايران من غير ما الدفاع الجوي يتحرك ناحيتهم؟ هنا بقى كان الدور بتاع الموساد. في خلال الفتره اللي فاتت دي كان بيحصل دايما مناوشات ما بين ايران وما بين اللي ما يتسموش. يعني على سبيل المثال مثلا ان دي مش اول مره يستهدفوا مواقع تخصيب اليورانيوم، حصلت قبل كده ولكن كانت بناس مزروعه جوه البلد عندهم. فاللي اتقال ان في ناس اخذت فلوس مقابل انها تعطل برامج الدفاع الجوي. بالفعل ده اللي حصل. مش كده وبس، اتقال ان من قبلها دخلوا طيارات درون. الطيارات دي كانت بتحمل مواد تقدر تخلي مبنى كامل يبقى شويه تراب، وبالفعل طيارات الدرون دي هي اللي توجهت ناحيه بيت القاده العسكريين. انت متخيل تبقى انت قائد عسكري كبير قاعد في بيتك وسط اسرتك وفجاه كده تلاقي الطيران بتاعهم فوقيك؟ ده مش كده وبس، ده بالفعل الطيران قدر ان هو يستهدف القاده دول. يخلص الموضوع لحد كده؟ يقول لك لا، انت بدات بالمطار، رحت على بيت القاده العسكريين، رحت على موقع تخصيب اليورانيوم، تعالى بقى على اهم ناس في النقطه دي. انت استهدفت الاماكن اللي بيحصل فيها تخصيب اليورانيوم صح؟ تقول لي طب ما هو ممكن يبتدوا ان هم يبنوا ترسانه تاني ويحاولوا يخصبوا يورانيوم تاني. ما هو ده اللي حصل قبل كده، ان لما حصلت المناوشات ايران قررت انها تكمل وتعيد نفس اللي هي عملته، وده اللي هم قالوا هيستهدفوه مره هنكرره تاني اكتر من مره. فين قال لك لا بقى، تعالى لي وهات لي اللي بيخليهم يعملوا التخصيب ده اصلا. اكبر 2 علماء في المجال النووي في ايران تم استهدافهم فعلا امبارح. الاثنين دول هم المسؤولين عن البرنامج النووي جوه ايران، يعني بمعنى صح كده هم دول اللي مدورين لهم اللعبه هناك، ومن غيرهم محدش هيستجرأ ان هو يساعد ايران في حاجه زي كده تاني. لان خد بالك، حكايه انك تبقى عالم في المجال النووي ده شيء ما يخلكش برضه تروح تشتغل مع اي دوله عادي بكل سهوله، لان معروف ان حياتك بتبقى خلاص في اي لحظه ممكن تروح. فايران بقى عشان تفكر انها تجيب علماء زي دول تاني تستأمنهم على البرنامج بتاعهم وتستأمنهم ان هم يخصبوا لهم اليورانيوم وان اصلا العلماء دول يوافقوا، فقابلني بقى عقبال ما تجيب حد تاني. الحقيقه بعد ما تنفذ ده اللي ما يتسموش قرروا ان هم يعطلوا الدراسه النهارده وبكره. قال لك عشان وارد فعلا ان ايران ترد. هتقول لي هنا طب هم ليه طالما هم اقوياء كده وقدروا ان هم يدخلوا لحد المجال الجوي ويقدروا ان هم يسيطروا على كل ده، ليه ما كملوش باقي الاهداف وتبقى خلاص كده ايران خلصت؟ هقول لك ده مش في مصلحه ابو حنان. ليه؟ لان ايران على قد ما هي مختلفه معاهم سياسيا الا انهم بيتفقوا في بعض الحاجات وكمان بتنفذ لهم بعض الخطط. فهم كان كل اللي عايزينه ان هم يستهدفوا نقاط القوه عند ايران. السيناريو اللي هيحصل يوم الاحد ان هم يقعدوا على ترابيزه المفاوضات، طبعا كل الشروط ايران هتوافق عليها. هتقول لي ده حصل فين قبل كده؟ ده اللي حصل في 73 بالظبط، ان وقتها مصر كانت عماله تتفاوض، يا جماعه سينا بتاعتنا احنا عايزين نرجع سينا. كان يقول لك هنقعد على ترابيزه المفاوضات ونشوف. كانوا بيعملوا معاك ايه بقى على ترابيزه المفاوضات؟ ولا اي حاجه، بيسيبوك تقول اللي انت عايزه في الاخر يقول لك لا مش هينفع. فهنا السادات قرر يفاجئهم نفس المفاجاه اللي حصلت امبارح دي. وقتها الجيش بتاعنا كان موجود في سينا وقال لك عايزين تتفاوضوا بقى، تعالوا نقعد على ترابيزه المفاوضات. ووقتها اللي كان صاحب القوه اكتر واللي كان مسيطر اكتر هو اللي خد شروطه كامله، واللي وقتها كان مصر. نفس اللي حصل امبارح بالملي في مفاوضات قريبه. تعالى نستهدف بقى الحاجات اللي هم هيتفاوضوا عليها، نقعد على الترابيزه ننفذ اللي احنا عايزينه وناخد شروطنا كامله. ده اللي هيحصل يوم الاحد. طيب هتقول لي هنا هل ايران هترد؟ يا صاحبي ما احنا عارفين دايما الرد بيبقى عامل ازاي، بيبقى رد مضحك. الطيران اقلع من مجاله، الطيران اقلع من مطاراته. على اللي انا شايفه ده الحاجه الوحيده اللي بيقلع عنها الطيران هي تدخين. عايز اقول لك ان الموضوع ده كان مترتب له، يعني على الورق ابو حنان قال اللي ما يتسموش انا ماليش دعوه، الموضوع ده بتاعكم انتوا وخلصوه بنفسكم. الا انه من قبلها كان بيمهد ان ده هيحصل، بدليل ان هو سحب كل الناس بتاعته من العراق وكان منبه اي رعايه امريكيه موجوده تمشي. العالم كله كان عارف ان ده هيحصل من قبلها. ايران نفسها قالت ان في دوله صديقه قالت لنا ان اللي ما يتسموش هينفذوا الهجوم ده. عايز بقى اسالك سؤال، يا ترى مين الدوله الصديقه دي؟ وتفتكر الامور هتوصل لحد فين؟ وهل فعلا هترد ايران ولا لا؟